ساعات بنبقى عايزين ألعاب تخلينا نبقى الشخص السيء، تخلينا نعمل الحاجات اللي ما نقدرش نعملها في الحياة الواقعية. النهارده هنتكلم عن الألعاب اللي تقدر من خلالها تلعب دور المجرم زي سلسلة ألعاب GTA. ألعاب أنت ممكن تكون ما تعرفش إن أنت بتلعب بدور الشرير فيها. بس قبل ما نبدأ تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات أول بأول. يلا بينا نبدأ. رقم 10 معانا سلسلة ألعاب أوفرلورد. هي لعبة أكشن أدفنشر واستراتيجي. أنت بتلعب بشخصية ملك شيطان قوي ومدرع من القرون الوسطى. الهدف من اللعبة إنك تبقى أقوى وتحاول إن أنت تقوي أتباعك وجيوشك، وإنك تعمل غارات تقدر بيها إن أنت تدمر أي جيش قدامك لغاية ما تهيمن على العالم. في البداية أنت بيبقى معاك مجموعة صغيرة من العفاريت، وبعد كده أنت بتقدر تكبر المجموعة دي وبتكسب عدة ألوان مختلفة من العفاريت. كل لون ليه قدراته مختلفة وانت بتستخدمه عشان تقتل الناس. مش بقتصر على كده، انت بتقتل صغار الحيوانات على أساس انهم وحوش، ولما بتغزو قرية بيبقى قدامك خيارين، إما ان انت تعفو عن أهلها أو تقتلهم. لعبة بتخليك أكبر طاغية في العالم وانت بتشوف من منظورك إنك بطل بتنقذ العالم. رقم 9 معانا لعبة بيبر بليز. لو ما سمعتش عن اللعبة دي قبل كده، فانت بتلعب انك راجل امن على نقطة تفتيش على حدود مع دولة خيالية بيحكمها ديكتاتور، والبلد اسمها أرستوسكا، وانت في ايدك انك تساعدهم في خروجهم من الدولة او انهم يفضلوا وحياتهم تتدمر. فكرة اللعبة انك بتتأكد من الورق والمستندات بتاعت كل شخص بيجيلك، والمهم انك ما تبوظش اي حاجة، زي مثلا تسمح لشخص يحاول انه يهاجم الدولة بتاعتك أو يكون معاه قنبلة ويعمل بها أي مشاكل. واللعبة بتصعب أكتر وأكتر، في نهاية اليوم بتاخد ردك وبترجع لبيتك وأسرتك. انت دلوقتي بتسأل طب فين الشخصية السيئة اللي انا بلعب بيها؟ الفكرة ان مصير الناس في ايدك، يعني تقدر تخليهم يهربوا من الظلم اللي هم عايشين فيه او تقبض عليهم وترجعهم تاني للظلم اللي هم كانوا فيه. رقم 8 معانا لعبة Alien vs Predator. هي لعبة فيرست بيرسون شوتر، تقدر تلعب ب3 اختيارات في طور الكامبين، اما تلعب بالجيش او الالين او البريداتور. وانت هنا لما بتلعب بالالين او البريداتور انت هنا بتطلع الوحش اللي جواك، لأن الفينيش موز في اللعبة دي لوحدها تستحق إنها تكون في قائمة النهاردة. يعني أنت تقدر تطعن الشخص من ظهره، بعدين توصله في عينيه، وبعدها تشقه النصين، أو لو تتسلل من ورا الشخص عشان تموته تقدر تمسك راسه وتفصلها عن جسمه بكل بطء. هي حاجة أقرب لمورتال كومبات، حتى لو كانت اللعبة قديمة لكنها تستحق كل قرش تدفع فيها. رقم 7 معانا دانجن كيبر. هنتكلم هنا عن الكلاسيكيات، لعبة تعتبر من أعظم الألعاب، وحاولوا إنهم يعملوا ليها ريميك، بالفعل عملوا ليها نسخة للموبايل وفشلت فشل فظيع، وده بسبب المايكرو ترانزاكشن الكتير اللي فيها. نسيبنا من فكرة الريميك ونرجع للعبة الأصلية اللي بتخليك شرير وعنيف، إن هي تجربة فريدة من نوعها. أنت بتبني دنجن أو زنزانة وتوظف فيها وحوش وعفاريت، وبتخليهم يقبضوا على وحوش وعفاريت تانيين، وبتعمل فيها أماكن عشان يتجولوا فيها. ولعبة بتتميز بالحس الفكاهي الأسود، واللي بيخليك شخصية شريرة إنك بتقدر تعذب أي شخص أو وحش أو عفريت زي ما تحب بالطرق اللي أنت عايزها، سواء كان بيشتغل عندك أو مقبوض عليه. لعبة بتطلع أسوأ حاجة موجودة جواك. رقم 6 معانا لعبة سبيك أبس. هي تعتبر من أجمل الألعاب من حيث سرد القصة. هي من الألعاب اللي رشحها ليك تلعبها. في اللعبة أنت في جنرال مجرم حرب بيطاردك وعايز يقتلك، وبعد كده أنت بتكتشف إن ده من خيالك، وأنت بتقتل وبتعمل الحاجات الفظيعة دي من غير ما تدرك وإنك تبقى في وعيك التام. فبتستخدم الفوسفور الأبيض وهجوم من الغازات عشان تقضي على كل أعدائك. وغير كده في حاجات كتيرة بتتعلق بالصحة النفسية للشخصية الرئيسية للعبة،
واللعبة كمان ليها أكتر من نهاية، وده اللي يخليك تكتشف حاجات أكتر وأكتر. اللعبة من منظور الشخص الثالث، لعبة تستحق إنك تجربها. رقم 5 معانا لعبة كين أند لينش. هي لعبة أكشن أدفنشر ثيرد بيرسون شوتر. الفكرة في اللعبة إنك بتلعب بشخصيتين، كل واحد فيهم شخصيته أبشع من التاني. في واحد منهم بيعتبر من المجرمين المرتزقة زي لعبة GTA، والتاني زي شخصية تريفر، مختل عقلياً، دماغه مش موجودة فيه أصلاً، ممكن يعمل أي حاجة، قصدي أي حاجة حرفياً. انت في اللعبة دي بتقتل في الشرطة، بتحتجز رهائن، وبتسرق بنوك. والكات سينز في اللعبة دي والقصة بتاعتها بتظهر دايما مدى بشاعة الشخصيات دي. رقم 4 معانا لعبة من الكلاسيكيات، لعبة Evil Genius. تم إصدار اللعبة سنة 2004. اللعبة بتوفر ليك إنك تعيش التخيلات السادية والشريرة، يعني كمية الحاجات اللي اللعبة بتوفرها لك كتيرة جدا وغريبة جدا. الموضوع ممتع، اللعبة بتخليك أو بتديك القدرة إنك تستجوب الناس وتعذبهم، وإنك تقتل العملاء السرين للحكومة. والأهم من كده إنك تقدر تطور خطوة الهيمنة على العالم، زي إنك تقدر تصنع أسلحة وتبني صوامل للصواريخ. والممتع كمان إنك تقدر تخلي أتباعك إنك تدربهم، أو إن أنت تعملهم بطريقة سواء حلوة أو سواء زبالة، وتقدر إن أنت تخليهم يحموا القاعدة بتاعتك. وبناء القاعدة في اللعبة دي متعة تانية خالص، إنك تعمل الفخاخ وتختار شكلها وتختار مظهر المكان ذات نفسه. أنت تعتبر الشرير الكبير اللي بيقعد على الكرسي، وأتباعه هيقوموا بكل الشغل عنك. لعبة تستحق التجربة. رقم 3 هنتكلم عن العظمة فار كراي 3. البطل بتاعنا جيسون شخصية ساذجة بتروح لجزيرة استوائية عشان تحتفل بالأجازة وتسترخي هناك من غير ما يعرف حقيقة الجزيرة أو أي حاجة عنها. زي ما احنا عارفين إن جيسون وأصحابه هيتخطفوا من المجرمين على الجزيرة، وجيسون هيقدر يهرب، ومع مرور الوقت الشخصية الساذجة اللي احنا شفناها هتتحول لشخصية سادية أكتر وأكتر. هيتحول لقاتل محترف وشخص بيعشق القتل. في الأول كان خايف لما قتل أول شخص ليه، لكن بعد كده بقى بيتفنن إن هو بيقتل حرفياً. بيتحول من شخص عادي لنسخة من فيلن اللعبة اللي هو فوس، الشرير الأيقوني في سلاسل ألعاب فار كراي. في النهاية بيبقى عندك خيارين، إما إنك تنقذ أصدقائك أو إنك تقتلهم. لما بتقتلهم أنت بتبقى زعيم الجزيرة. رقم 2 معانا لعبة مان هانت، من أغرب ألعاب روكستار، اللي بتعتبر واحدة من أكتر الألعاب المثيرة للجدل. أنت بتلعب بشخصية جيمس إيرل، هو قاتل مدان، واللعبة مش بتخفي إن أنت شخص شرير، بالعكس أنت قاتل ومسجون ومحكوم عليك بالإعدام كمان. واللي بيظهر إن جيمس مش بيشعر بأي شعور من ندم أو أي حاجة خالص، لأن أنت معظم اللي بتقتلهم شخصيات شريرة أصلاً أو مختلين عقلياً، ودايماً بيقتل أعدائه عن طريق الخنق. لعبة تستحق إنك تجربها. رقم 1 معانا لعبة بليج إنك. عشان إذا كنا عايزين نتكلم عن الألعاب اللي بتخليك الشخصية الشريرة، من الطبيعي نتكلم عن لعبة بليج إنك. أنت بتعمل وباء وبتنشره في العالم بطريقة غير مباشرة، وبتحاول إنك تقتل أكتر عدد ممكن من البشر. والموضوع بيبقى نوعا ما محاكاة واستراتيجية إنك تقضي على كل الحياة اللي موجودة على وجه الأرض. اللعبة تم إصدارها سنة 2012، ولغاية دلوقتي الناس بتلعبها. لعبة بليج إنك حلوة وبتخليك تكتشف حاجات أكتر وأكتر. ودي كانت 10 ألعاب بتلعب فيها بالشخص السيء أو الشرير. في ألعاب أغرب منها بكتير، والقايمة ممكن تطول أكتر وأكتر، لكن هنكتفي بالقدر ده من الألعاب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول. تصحبكم السلامة.